تعال اقول لك بقى على البدائل المتوفره الرخيصه الموجوده حوالين مننا كلنا. الجبنه القريش، البروتين موجود في الجبنه القريش اللي الشعب المصري هو اللي ابتكرها واخترعها وعايش عليها عمره كله. جبنه قريش ال 100 جرام فيها 24 جرام بروتين. من مصادر البروتين الكويسه جدا البيض، البيضه الواحده فيها من 12 ل 13 جرام بروتين، يعني البيضتين تقريبا باكتر من 100 جرام لحمه او فراخ. هنا بقى بنتكلم على المشروم ان هو بروتين نباتي لكنه للاسف مش عالي، تقريبا ال 100 جرام مشروم فيها تقريبا 10 جرام بروتين، يعني البضايه قصاد 100 جرام مشروم. فول الصويا مخزن بروتين عالي جدا، فيه تقريبا 34 جرام بروتين لل 100 جرام فول صويا. مشكله فول الصويا الوحيده ان ما ينفعش تتجاوز 50 جرام يوميا. ليه؟ فول الصويا لما تبدا تزوده في جسمك بيزود الاستروجين، الاستروجين هرمون انثوي شويه. فول الصويا جميل جدا بس في حدود معينه، اللي هو 50 جرام يوميا، يعني ما تعديش من 300 ل 350 جرام في الاسبوع من فول الصويا، لكنه مصدر مهم جدا للحديد ومصدر مهم جدا البروتين ومصدر مهم جدا للالياف. العدس، شوربه العدس ال 100 جرام منها سعراتها الحراريه قليله جدا، زائد ان هي غني فيها 10 جرام بروتين لكل 100 جرام. حمص الشام فيه بروتين حوالي من 8 ل 10 جرام بروتين لل 100 جرام حمص شام. بقت وجبه متكامله، طبق سلطه عليه عدس بجبه عليه حمص شام، وجبه متكامله.